اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى كده فيديو جديد إن شاء الله. بعمل روتين في الأوضة. الأول كده كان عندي غسيل أنا طبقته، وبدأت برتب الحاجات بقى اللي أنا هحطها في الدولاب وكده. أهو كده كنت برتب بقى الحاجات، يعني بطبقها واخدها أرصها كده في الدواليب. هنا بقى كده قلت امسح الدولاب كده عشان يعني ما لو عليه تراب او اي حاجة كده اشيلها. بس فانا بقى هنا يعني بدأت كده يعني اظبط الدولاب لو عليه تراب او اي حاجة كده امسحها كده على السريع، عشان يبقى الدنيا رايقة وحلوة يعني. وعايزة اقول لكم على حاجة، يعني بشوف ان احسن حاجة مثلا ان احنا ناخده اوضة كل يوم، اوضة من الشقة بتاعتنا، ناخده اوضة نروقه فيها كل حاجة، وتتمسح بقى بديتول بقى بالمنظف اللي انتي بتحبيه يعني. ديتول، الفينيك، اي حاجة بقى انتي بتحبيها. انا الدوني ريحته حلوه، انا حطيت دوني. تمسحي بقى كده اوضه نومك، المرايه، لو عليها تراب او اي حاجه تمسحي الحيطان كده بقماشه، او لو عندك في كده زي الزعافه كده بتتبل ميه وبتمسحي بيها برضو الحيطان، حلوه قوي برضو. بس بقى كل واحد بيعمل بالمتاح عنده في بيته يعني. فانا بقى بصراحه جبت بقى هنا السراحه عندي، انا مسحتها وحطيت عليها كده قماشه كده نظيفه، ورشيت رشيت جلانس بتاع الازاز على المرايه كده ومسحتها. وبعد كده بقى الحاجات بقى اللي انا بستعملها وكده، حطيتها بقى كده، رصيتها، مسحت الاول الحاجات اللي انا برص عليها، الحاجات الخاصه بيا، ورصيتها اهوت كده زي ما انتم شايفين. آه، وعايزه اقول لكم بقى يعني الحاجات دي بتفرق كتير، يعني لما تبقى الحاجة، عايزة اقولكم بننظموا الحاجة، بس ساعات بقى العيال بتكركب او بتوقع حاجة وكده يعني. فالواحد بقى لما البيت بيبقى رايق وكل حاجة منظمة موجودة في مكانها بيبقى احسن كتير. فالحمد لله يعني، اللهم لك الحمد، ربنا يدينا الصحة والعافية يا رب. هنا بقى بصوا، كنت رتبت كده السريحة كده بتاعتي زي ما انتوا شايفين. آه مكة حبيبتي كانت بتساعدني كده، كانت واقفة معايا بتساعدني. هنا بقى انا كنت اهوت بحط في اكسسوارز بتاعتي وحاجات كنت بحطها. هنا بقى كنت بشيل الملاية واغيرها، احط ملاية نظيفة. عايزة اقولكم الحاجات دي بتفرق جدا، يعني اي ست فينا لما البيت بيبقى نظيف ورايق ومرتب نفسيا، يعني كل ست فينا بتبقى مبسوطة ومرتاحة يعني. دي اكتر حاجة يعني، بالذات الستات المتجوزين، بتبقى البيت طول ما هو مرتب ونظيف الواحد بيبقى مبسوط وفرحان بكده يعني. ف... فهنا بقى كنت يعني بمسح بقى الاباجوره مسحتها، الكومود كده مسحته برضو. شلت بقى الملاية وهفرش ملاية نظيفة تبقى كده. وعايزة اقول لكم الدوني بحطه، انا بجيب دوني سايب، بحط عليه مية وفي البخاخة كده، وبرش عليه حتى لما بخلص كده تنظيف ومسح، برش كده على السجاد او على اي حاجة، بيدي ريحة حلوة قوي وبتفضل موجودة، يعني بتبقى ريحته حلوة. هنا بقى كده يعني خلاص، كنت حطيت بقى المخدات وفردت بطانية كمان على السرير. مكا كانت بتسلم عليكم. هنا بقى الدولاب بقى حاجات ملك، كنت برضو الطرح كده برتبها كده وبظبطها اكتر يعني، لان اكيد يعني كلنا من وقت للتاني ساعات بتبقي مستعجلة بتاخدي حاجة، ممكن تلاقي طرحتين جم على بعض او وقعوا او اي حاجة، او ساعات بتبقي مستعجلة غصب عنك. ورتبت برضو الحاجات اللي تحت كده كلها كده، برضو خلصت هنا وجبت بقى قماشة كده، بليتها مية بالدوني، ومسحت بقى الحيطان كده زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقولكم بقت تلمع وشكلها حلو، وتحسي بقى ريحة الأوضة كده
وريحة معطرات كده، وريحة ايا كان بقى انت بتستعملي ايه، بيبقى ريحة الأوضة حلوة وبتدي ريحة كده حلوة، تحسي بريحة نقاء كده. فعايزة اقول لكم ربنا يدينا الصحة والعافية جميعا يا رب. وهنا بصوا بقيت امسح بقى كل الجوانب الحيطان كده، بقيت امسحها. عايزة اقول لكم بتفرق كتير يعني. حتى اوضه البنات لما عملتها مسحت برضو الحيطان، وهنا برضو كده كله مسحته كده. وهنا بقى الحتت بقى اللي بيبقى فيها كده الكوبس كده بتاعت الانوار وكده، برضو مسحتهم كده. الوشاش دي نورت كده وبقى شكلها حلو. وهنا برضو كده مسكت الوشاش كلها برضو مسحتها كده بالقماشة كده فيها دوني، ورحت برضو مسحيها. بس يعني ما ترشيش الدوني يعني على على الفيشة ذات نفسها، لا، انا برش كده يعني من حواليها او في القماشة وبمسح بيها. بس هنا بقى ايه كنت خلصتهم كده، ومسحت برضو الباب، برضو لو عليه تراب ولا اي حاجة برضو كده ايه تبقى الدنيا منورة وحلوة. اهو كده مسحت بقى الباب كله برضو خلصته. وانا كنست الارض في الاول خالص، كنست الارض في الاول خالص لان يعني ممكن التراب كده بيعفر يعني. هي ما كانش فيها تراب قوي، بس برضو انا بحب اخلي بقى ايه امسح الحاجات دي اكنس الاول، واخلي المسح البيبان الحيطان الكلام دوت. وفي الاخر خالص بقى اروح مسحه الارض. حطيت برضو ميه بتدوني كده في الارض. عندك كلور عايزه تحطي تمام، اي حاجه انت بتحبيها برضو. وامسح بقى الارض كده وتتلمع كده وتبقى زي الفل. هنا برضو ايه كنت مسحت كده الارض اهو بصوا كده زي ما انتوا شايفين، ومسحت الدولاب والسرير كل حاجه. عايزه اقول لكم ما خدش خالص يعني الاوضه ما خدتش معايا وقت خالص. وعملتها على طول، لان هعمل غدا كمان. فيعني وعندي مذاكره البنات طبعا يعني. عايزه اقول لكم دي اهم حاجه في يومي، ان انا اذاكر للبنات يعني، بتبقى من الاولويات يعني. بالذات مكة الصغيرة يعني ببقى عايزة دايما متابعاها كده، عشان هي تأسيس بقى وكده. وببقى التانيين كبار شوية وهم فاهمين بقى وكده، وبيذاكروا لنفسهم، وانا برضو بقعد معاهم برضو اراجع لهم كده. هنا بقى كنت خلصت اوضتي كده خالص، وادخل بقى على المطبخ عشان ايه عايزة بقى اقف اعمل غدا ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة ان شاء الله بقى كده فيديو جديد، هنعمله عيش بالصدق والجبن. فانا دلوقتي بقى هعمل الخميرة. تعالوا بقى نشوف هنعمله ايه مع بعض. دي بقى نص كوباية مية كده، احط عليها 3 معالق سكر، ماشي. وهحط عليها كيس خميرة فورية اهو، كيس خميرة فورية هحطه واقلبهم ايه مع بعض، واسيبهم بقى على جنب عشان خاطر بقى ايه انا يعني هنعمله بقى ايه العجينة وهنحضروا حاجات مع بعض. يعني انا قلبتها بقى كده واغطيها واسيبها بقى على جنب شوية. هنا بقى حطيت دقيق اهوت، وعندي حبة كاتشب، يعني قولوا معلقة كده، معلقة صغيرة بتاعت السكر كده، هحط حبة عليه اهو، ماشي. وعندي سكر كمان، احط كده ايه حبة كده. عايزة اقولك السكر في العجين بيبقى طعمه حلو. وهنحط كمان حبة ملح صغيرين، يعني نقطة صغننة. واحط كمان نقطة ملح، نقطة كده صغيرة، سنة عن النبي يعني. ايه احنا اهالينا كانوا بيعملوا كده. بصوا هنا بقى ايه الخميرة كده ايه فارت كده، هنزل بقى هحطها في العجينة، ماشي. وهنزل بقى ايه هنزل السكر اللي في الكوبايه دوت مع بتاعها كده هنزله. وانا عندي لبن رايب، ماشي. بص هقلبه بقى كده، هقلب العجين كده، وعندي لبن رايب اهو هحطه برضو. هقلبه بقى ايه في بعضيه،
ماشي. هكمل بقى انا كده ايه بقى، عجنها كده لحد ما العجينه تلم، وتعجنيها كده وتسيبها بقى ايه تخمر براحتها. تمام. هجيبكم استنوا بقى. بصوا هنا انا لميتها ازاي. احط لها بقى حبه زيت، حبه صغيرين خالص بس، وهعجنها بقى تاني. اجيبها لكم بقى بعد ما خلصتها خالص. بصوا بقى هنا كنت خلاص خلصتها خالص. بصوا بصوا طريه ازاي. هغطيها بقى كده واسيبها تخمر. بصوا بقى دلوقتي هجيب السجق كده اقطعه بقى ايه. بصوا عايزه اقول لكم بالمقص كده احلى. بصوا بقطعه كده حتت. احنا بنقول عليه صدق، ماشي. كل بقى بلد بتقول اللي تقوله يعني. احنا في اسكندريه بنقول عليه صدق. بصوا بقطعه بقى كده ايه حتت صغيره كده. هعمل بقى كله كده وايه وارجع لكم تاني. هنا بقى مكة عايزه تساعدني، فهي بتقص كده السجقيه. خدي يلا. بصوا بقى هنا الحاجات دي كده كلها هقطعها كده ايه شرايح، عشان هنحطها مع العيش يعني، مع السجق يعني اهو. بصوا هقطعه كده شرايح. اكيد بقى انتوا شايفين اهو. هنخلص بقى، اخلص الكميه ديت وارجع لكم تاني اوريكم بقى ايه هنعمله ايه بعد كده. دي جبنه موتزاريلا، بس عايزه اقول لكم ان هي تحفه. دي بنجيبها من الملك العادل عندنا. الملك العادل مشهور بقى في العجمي وفي اسكندريه. بصوا انا هقطعها بقى كلها كده ايه يعني حتت كده صغيره، عشان خاطر ايه هي ما شاء الله. عايزه اقول لكم المطاطيه بتاعتها عاليه، حلوه جدا ما شاء الله. انا اخلصها بقى كده ايه وارجع بقى اشوف هنعمله ايه مع بعض، وسايبه طبعا العجينه بتخمر. بصوا بقى هنا العجينه اهي بقى بعد ما خمرت. بصوا بقت عامله ازاي. انا بقى هنزلها هنا ماشي، وايه وهقطعها قطع صغيره عشان خاطر ايه عشان خاطر ايه بقى هقطعها يعني قطع صغيره كده ايه اهي. بصوا كده حلو قوي اهي. هنعمله بقى نقطع كله كده. هنا بقى ايه هنبدأ نفرد العجينه بقى كده. خليها كده ايه بالطول شويه اهي. بصوا الاول بقى هنا هدهن الصواني ديت زيت، عشان انا لما احط الحشو دلوقتي هحطه في الصينيه على طول. تمام كده اهو. عملت كده اهو. بصوا هنا بقى هبدا هحط سجق كده، وانا ببططه كده شويه يعني ايه، بس عشان يبقى ان شاء الله يعجبكم يعني باذن الله. مش بقولكوا على حاجه حلوه كده خلاص بس عشان عاملاها، لا انا يعني بعمل حاجه وانا عارفه ان هي ان شاء الله تطلع حلوه. بصوا انا حطيت بقى هنا كده ايه، واحط عليه الفلفل ماشي. هنا بقى ايه هنحط جبنه تركي مبشوره ماشي. احط زيتون كمان، عندي زيتون اخضر هحط برضو كده فيها بيدي طعم حلو. وعندي جبنه موتزاريلا برضو هحط. بصوا اهي كده زي ما انتوا شايفين. بصوا اكيد واضحه يعني اهو.
اهو. وهبدأ بقى ايه ان انا هلم عليها كده اهوت. بصوا كده كده اهو، هتبقى عاملة كده. بصوا ومنظرها كده. احطها بقى في الصينية اهي. اكيد بقى انتوا شايفينها. هنعمل بقى كده كله. بصوا دوت بقى هعمله زي الحواوشي ده، هعمله مقفول واحط عليه برضو كل الحشوات اللي انا قلت عليها دي. ماشي اهو كده. واحط كمان جبنه موتزاريلا. ماشي. عايزه اقول لكم ان انا حشيه حلو جدا. واقفله بقى كده اهو. واقفله بقى كده من الجناب اهو. بططه كده شويه اهو كده. انا قفلته كده خلاص اهو. ماشي. هحطه بقى في ايه، في الصينيه. بس هحطه في صينيه تانية عشان المراكب هخليها في صينيه والحواوشي ده كده في صينيه تانية. وانا بقى هنا كان عندي صلصه كنت انا عاملاها يعني بالثوم وكده. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه برضك كده. ايه قلت احط كده يعني، عايزه ادلع كده الاكل وعشان يبقى حلو كده وان شاء الله كده يبقى جميل. وحطيت برضك كده حتتين طماطم وفلفل. ماشي. وكم واحدة كده زيتون. وهو حطيت برضو ايه الجبنة التركي، جبنة تركي مبشورة وموتزاريلا اهو. بصوا هقفلها بقى كده. بصوا مركب كده كده سهلة جدا، مفيش اي مشكلة ولا اي افتكاسة يعني اهي. بس واحطها بقى هنا ايه مع المراكب اخواتها. طبعا احنا اسكندرانية بصوا بقى دول هعملهم زي الساندوتش، هرولها كده. بصوا اكيد واضح عندكم. بصوا كده اهو. ماشي. وهتنيها كده تنيات خفيفة من هنا ومن هنا وهتبقى عاملة كده زي الساندوتش كده. تمام. وهعمل دي برضو نفس الكلام كده اهو. انا اسفة بقى على منظر الرخامة، بس طبعا انتوا عارفين يعني عجين يعني دقيق يعني لغوصة. ماشي. انتوا اخواتي طبعا، فانا حقيقي والله انتوا اخواتي وانا بعتبركم اخواتي. ربنا يديمكم في حياتي يا رب. هخلص بقى كله وبعد كده هنشوف هنعمله ايه. ده كده شكل انا عملته. ماشي. زي سندوتشات كده. ودي المراكب اهي، وحطيت عليها بقى دهنت وشها كده باللبن وحبة سمنة او زبدة يعني عادي المتاح. وحطيت بقى حبة البركة وسمسم على الوش. بصوا بقى بصوا العيش من تحت مستوي ازاي متحمر ازاي. بصوا الجبنه عامله ازاي. بألف هنا وشفا على قلب. الفيديو يكون عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. اتمنى بقى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا في زر الجرس عشان يوصلكم مني جديد. بحبكم جدا جدا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله، وتكون الوصفه حلوه كده وسلسه. بحبكم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.